بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي كلكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا اما نعمل شوية عصير كده في الحر اللي احنا فيه ده. والعصير ده بصوا بسم الله ما شاء الله، اللي هيجربه هيدعي لي فعلا من قلب. العصير ده اي فاكهه انت تحبيها، بس هنديلها تاتش كده خفيف، وان شاء الله التاتش ده يكون معاكي يعني في اي نوع فاكهه انت حابه تعمليها عصير. تمام. انا معايا 3 انواع فاكهه، معايا جوافه ومعايا مانجا ومعايا موز، دول هيدخلوا معايا في العصير. والتاتش اللي هديهولها يا حبايبي اللي هحطه في العصير هحطه ان شاء الله معاكم، وان شاء الله تقدروا تستفيدوا من الفيديو، ويكون فيديو كده تقدروا تستفيدوا منه. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحامل بتاعها حتى مش عايز يفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا وسهلا باخواتي الجداد اللي دخلوا معايا في القناه، اهلا وسهلا بكم، منوريني ومشرفيني. ربنا يا رب يدوم التواصل ما بيننا بكل خير، اللهم امين. دلوقتي يا حبايبي الجوافه هقطع كده قطعتين من الجوافه. الجوافه اكيد كلنا عارفين فوائدها وعارفين فيتامين سي اللي حلو فيها، يعني كتروا من الجوافه حتى في الايام اللي احنا فيها دي. تمام. الموز بقى بتاعي وعجيب شويه وحبيت ان انا اوريه لكم. شوفوا الموز عامل ازاي. الموز ده مش عارفه هو واخد هرمونات ولا هو الموز ده نوع، هو مش بلدي. الموز البلدي احنا بنجيبه مش كده. شايفين عامل ازاي؟ وهي سبطه واحده سبحان الله، صوابع تخينه وكبيره وصوابع قد ايه. كيلو في الموز ده عامل 25 جنيه يا حبايبي. الموز غالي جدا. طبعا هاخد الصوابع اللي هي الصغيره دي اهي بالشكل ده كده. شايفين الصوابع عامله ازاي والصوابع التانية عامله ازاي. الموز مش بلدي، وكمان يعني اهو موز وخلاص، لان عيالي بيحبوا الموز. انا ما بلاقي الموز يعني مش عاجبني كده ما ببقاش اجيبه. المهم هنحط الجوافه وهنحط الموز، وهحط الموز معاه، وهنزل بحبايه المانجا معاكي بقى، حبايه 2 على حسب افرادك وعلى حسب بقى الاسره بتاعتك، وحابه تزودي براحتك، حابه تعملي ده براحتك، حابه برضو تقللي، المتاح معاكي اعملي. تمام. ان شاء الله خدي الفكره وقت ما تحبي تعملي بها اعملي، يا رب الطريقه تعجبكم. معايا المانجايه دي يا حبايبي هنزل بها بقشرها بحالها. هي انا مليناها كده 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 عشان تبقى في التفضيه سهله كده معايا. شايفين ازاي بالوضع ده كده اهو اهي الشكل ده كده اهو اهي. موسم المانجا بقى الايام دي تشبعوا منها قبل ما تدخلوا الفلازرات، وقدامها كمان 10 ايام بكتير وكده، وتلاقي المانجا دي بقى عملت سعر يا رخرة. يعني الكيلو في المانجا دي عامل 25 جنيه. في مانجا بتبدأ من 30، وفي مانجا ازيد من كده يا حبايبي اللي هي بقى الزبدية 25 برضو عندنا. المانجا اللي معايا دي مانجا سكرية، وكمان المانجا اللي هي اسمها مندي اللي تلاقيها حمرا من بره دي بتبقى في منتهى الجمال. المانجا ديت في منتهى الجمال، انا خزنت منها وكان بسم الله ما شاء الله كانت في منتهى الجمال. تمام. بعدين النوى بتاعها صغير، يعني ايه النوى يا ام فرح؟ النقايه بتاعتها صغيره اللي هي المند دي بتبقى النقايه بتاعتها صغيره، وبسم الله ما شاء الله بتبقى حلوه قوي. المكون بقى اللي انا هضيفه على الفواكه بتاعتي دي معلقه كريم شانتيه يا حبايبي، معلقه من الكريم شانتيه. جربوه في العصير بسم الله ما شاء الله. الكريم شانتيه ده بقى عندي زي ادمان كده. معايا بقى هنا تلج عشان الكريم شانتيه ياخد معايا القوام حلو كده ويلف حلو معايا. طبعا هو ما بيلفش الا مع التلج. تمام. ده كريم شانتيه خام. بروح بهم بقى على الخلاط. لا لسه السكر اهو. السكر بقى حسب بقى ما انت عاوزه، عايزاه مسكر عايزاه عادب شويه اهو.
على حسب ما انت عاوز. تمام. نغطس بقى الحاجه دي شويه اهي. دي تلج اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. جربوا العصير بالطعم وبالشكل ده او بالطريقه دي، بسم الله ما شاء الله، مش هتبطلوا ان انتوا تعملوه. فرمته يا حبايبي في الخلاط، وكمان صفيته في المصفى عشان بذر الجوافه، وكمان بتاع قشر المانجا. تمام. بسم الله ما شاء الله اهي. سمكها حلو، وكمان زايدها ميه عن ما كانت معايا في الخلاط، يعني زايده النص بالظبط سمكها. بسم الله ما شاء الله. الكريم شانتيه بيديكي سمك برده في التقل، وبيدي طعم حلو قوي، وكمان بيدي نعوميه حلوه كده. بسم الله ما شاء الله. يعني مش عارفه انا اللي حباها بقى ولا ده احساس عندني، بس هو بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. حبه عصير كده يرد الروح، احسن من الغدا نفسه. بسم الله ما شاء الله. يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم اهي. فيديو سهل وبسيط خالص، مكونات بسيطه، اكيد كلنا يعني الحاجات دي موجوده معانا في بيتنا اهي. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. طعم وريحه وفايده، وبسم الله ما شاء الله. حاجه كده اللهم بارك. يا رب تقدروا تستفيدوا من الفيديو. اللي عجب الفيديو يا ريت ما ننساش في اللايك والاشتراك. كل ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا يشترك عشان يوصلكم كل جديد. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.